فاحنا هنبتدي بقى نجهز بقى ايه طقوس اول يوم العيد. يعني الى حد ما يعني كحك. أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا يسهل ان شاء الله كده ونلاقي حاجه كده مظهر من مظاهر العيد في الشوارع. بكره ان شاء الله العيد، فتعالوا معانا نروح نجيب لفيدو لبس العيد. هيكون بالنسبه له اول عيد وهو واعي شويه على الدنيا، يعني عارف ان هو عيد بقى وكده والمفروض بقى نحتفل بيه وكده. فالحاجات البسيطه اللي احنا ممكن نحتفل بيها ان احنا نجيب له لبس عيد، مثلا نشغل حاجه ليها علاقه بالعيد. فخلينا كده نروح كده نتفرج على حاجه ممكن نشتريها له. شوفوا البتاع ده مرسوم عليه ايه. بصوا الشوز اللي جبناه لفيدو عمال بينور ازاي، وجبنا له كمان طقم عيد كده كمان صغير عشان ايه يلبسه بكره ان شاء الله. خليكم بقى معانا بكره ان شاء الله عشان نشوف لبس العيد بتاعه كان عامل ازاي. طيب دلوقتي دخلنا محل تاني برضو كده ندور على شويه حاجات تانية ممكن نجيبها، وبعد كده ممكن ما نروح البيت لان خلاص المحلات قربت ان هي تقفل. انت عايز تفضل سايبه منور؟ يا صباح الخير. النهارده اول يوم العيد، جبنا زي ما انتم شفتوا كده، جبنا امبارح اللبس بتاع فيدو بتاع العيد، ودلوقتي احنا صحينا وخلاص وفيدو صحي وفي التويليت بس دلوقتي. فاحنا هنبتدي بقى نجهز بقى ايه طقوس اول يوم العيد. هنعمل شويه شاي بلبن وهنفطر كده مع بعض ان شاء الله، وبعد كده نروح صلاه العيد. صلاه العيد هنا عندنا بتكون في 3 مواعيد لصلاه العيد. في صلاه موجوده الساعه 7:30 بس خلاص دي احنا مش هنروحها، انا اصلا ما كنتش عامل حسابي ان احنا هنروحها الساعه خلاص اصلا دلوقتي 8. وبعد كده في عندنا صلاه ثانيه هتكون الساعه 9:30، وفي صلاه ثالثه هتكون الساعه 10:30. فاحنا في الغالب هنروح بتاعه الساعه 9:30، يكون بس فطرنا وقعدنا كده شويه عشان ايه ممكن نقعد مثلا نفتح مسرحيه العيال كبرت ولا حاجه كده، اللي هو عارفين نفس الاجواء بتاعه الطقوس بتاعه رمضان كده في مصر كده، اللي هو تلاقي اي بيت مشغل العيال كبرت والحاجات دي. فاحنا قررنا احنا نعمل حاجه زي كده عشان فيدو يحس شويه بالاجواء بتاعه العيد يعني. فخلينا نجهز الشاي بلبن. عندنا كمان شويه كحك هوريه لكم. بصوا ده الكحك اهو، يعني الى حد ما يعني كحك. هو نفس الطعم والله، بس النقشه يعني ايه معموله كده يعني ها شغاله يعني. بس نفس طعم الكحك. وهو الحشو برضو اللي فيه ما كانش فيه اللي هو اسمه ايه ده الملبن ده، ما كانش موجود برضو، ما عرفناش نعمله فما اتعملش. بس مش مشكله، هو نفس الايه الكحك بالسكر اللي عليه وكده. فده زي الفل قوي مع شويه شاي بلبن وزي الفل. كده ايه خلاص خلصنا الشاي باللبن بتاعنا. النهارده المفروض درجه الحراره هيكون الماكسيمم بتاعها حوالي 16، يعني مش عارف هتكون فيلز لايك كام بس هتكون حلوه يعني لحد ما. والجو النهارده بره شكله لطيف برضه. فنبتدي نجهز ونروح على صلاه العيد بتاعت 10:30 ونشوف كده، اخدكم معايا كده في الاجواء بتاعت العيد كده لما نشوف الدنيا بتكون عامله ازاي يعني. فيدو فيدو يلا بينا، مش سامع. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. طيب احنا وصلنا الحمد لله وخلاص هندخل عشان نصلي. قدامنا حوالي قبل الصلاة حوالي تلت ساعة دلوقتي، فيلا بينا. أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Inshallah, we'll start the prayer shortly. If you haven't paid the first rak'ah after Takbirat al-Ihram, we do 7 extra takbirat.
and then we continue the first rak'ah as normal, and then in the second rak'ah, when we stand up, we say Allahu Akbar, and then we say 5 more takbirat. خد الكيس الصغير بتاع العيد ده جواه بقى ايه حاجه حلوه وكده يعني. والجاليه وانا طيب هي دي كده الاجواء بتاعت الصلاه والعيد كده يعتبر يعني كده خلاص. الساعه دلوقتي حوالي 11 وربع ولا حاجه، فهنروح بقى البيت كده وبعد كده بقى نكمل بقيه يومنا عادي يعني. وصلنا بقى البيت نفطر. فطار بقى فطار بقى يعني. قررنا هنعمل طعميه ومع شويه فول كده برضو، فنفطر بقى فطار بقى. الواحد بقى له فتره ما بياكلش يعني. السحور كده بيبقى حاجه كده خفيفه كده خالص، فرصه بقى الواحد يعني ياكل بقى. وادي احلى طبق طعميه يتعمل مع السلطه وشويه الفول، ويلا بينا. طيب بما ان الجو احسن شويه ولسه قدامنا وقت شويه في اليوم، الساعه دلوقتي حوالي الساعه 1:19 يعني 1:03 مثلا، فالجو شمس. فنخرج بقى نشوف الدنيا بره عامله ايه بقى، ونشوف اجواء العيد وكده. احنا بندور على اجواء العيد دلوقتي، فدي رحله البحث عن اجواء العيد بقى. ربنا يسهل ان شاء الله كده ونلاقي حاجه كده مظهر من مظاهر العيد في الشوارع. قررنا هنروح السيتي سنتر كده عشان ندور على العيد هناك، فيلا بينا. بنحاول دلوقتي ان احنا نخطط هنعمل ايه بكره ان شاء الله. يعني الجو ممكن برضه بكره يبقى كويس شويه، ممكن ناخد القطر كده. في اللي يحب ان هو يركب القطر ونروح هناك بقى من غير عربيه ولا اي حاجه، بس يبقى الموضوع كله قطر بقى رايح وجاي وكده، ونلف هناك في المدينه شويه. بقى لنا دلوقتي ماشيين ساعه الا ربع ما لقيناش اي مظهر من مظاهر العيد. خلينا مكملين كده اما نشوف. بصوا المحل ده بيبيع كل اللعب دي، مثلا بلاي ستيشن 2 في 3 و4 و5 والحاجات دي كلها باسعار بتكون مخفضه جدا. يعني مش مخفضه يعني لان هي بتكون مستعمله قبل كده، فممكن تشتريها تاني. يعني مثلا شايفين مثلا نينتندو سويتش، مثلا ده سويتش 1 ب 160، هنا ده مثلا 160. تلاقي حالته برده كويسه وكل حاجه. في بقى كل البلاي ستيشنات بقى، البلاي ستيشن 5 والكلام ده كله برده موجود، فبتبقى اسعاره حلوه وخلاص هو مستعمل وانت بتجيبه وخلاص قشطه يعني. لابتوبات بقى، موبايلات والحاجات دي كلها برضه بتبقى موجوده. في الكاميرات واجهزه التسجيل والحاجات دي بتكون اسعارها حلوه برضه. دخلنا كده نجيب حاجه نشربها عشان بقى لنا ماشيين حوالي ساعه ونص بندور على عيد ومش لاقيينه، فهنشوف كده اي حاجه نشربها كده ونرجع تاني نكمل رحله البحث بتاعتنا. قررنا هنروح هنركب باص كده بسرعة عشان نعرف نروح البيت، عشان عندنا مشوار عايزين نعمله. بصوا احنا لحقنا الباص على آخر ثانية، كنا زماننا هنتسوح ونضطر ان احنا نروح ماشي. وبس كده، وهي دي بقى كانت اجواء العيد هنا. فلو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو بتشوفني على الانستجرام ما تنساش تعمل لي فولو، واشوفكم قريب ان شاء الله في فلوج جديد. سلام. بصوا الهدية بتاعت العيد بتاعت فيدو دي فيجرز كده بتتحط على الجهاز ده. بحطها عليه كده، والمفروض ان هو هتحكي زي قصة او حاجة زي كده. خلينا في فلوج تاني كده نبقى نشوفها كده بالتفصيل بتشتغل ازاي وبتعمل ايه يعني، بس المفروض ان هي لطيفة يعني.